بالرباط جرت بعد ظهر اليوم مراسيم تشييع جثمان المفكر وعالم المستقبليات الدكتور المهدي المنجرة الذي انتقل إلى عفو الله أمس الجمعة عن عمر يناهز 81 سنة بعد معاناة مع المرض. روبورتاج أمينة خباب والتحرير لفاتح الشاب. بمسجد عبد الحكيم قديرة بالرباط اتسمت صلاة الجنازة للراحل الدكتور المهدي المنجرة بحضور شخصية وازنة على رأسها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة سيدي مسعود في جو مفعم يسوده الحزن على فقيد الفكر والمعرفة. الأفكار ديالو وكثير شيء القيم ديالو ديال الشفافية أو ديال المصداقية إن شاء الله تستمر وتكون لنا مشعل باش احنا كاملين نقدروا نتبعوا في هذا الشيء. عن سن يناهز 81 عاما وبعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الدكتور المهدي المنجرة تاركا وراءه مسيرة حافلة من الطروحات والقراءات المستقبلية للآفاق السياسية والاجتماعية في العالم العربي والإسلامي. صوته يرن في الجامعات الأوروبية والأسيوية والإفريقية والمغاربية كعالم موسوعي وكمفكر شمولي. شغل الدكتور المهدي المنجرة عدة مناصب علمية رفيعة، حيث تولى مهمة مدير الإذاعة والتلفزيون سنة 1954، كما ساهم في تأسيس أول أكاديمية لعلم المستقبليات، وحاز على جوائز علمية وطنية ودولية ليكون رمزا من الرموز العلمية تنير طريق الأجيال القادمة.